السلام عليكم. النهارده عملت بقى معاكم المكشكشه اللي لقلب الفيسبوك واليوتيوب. عملناها النهارده وبتتباع غاليه جدا في المحلات. عملناها بطريقه سهله وبسيطه، مش هتفرقها جدا عن بتاعه بره، بالعكس احلى بكتير من بتاعه بره. هوريكم القوام كمان بتاعها ازاي، والشربات كمان زي اللي احنا عملناها زي بتاعه المحلات، بتتباع بره اكتر من 450 جنيه. هنا عملناها في البيت مكلفتناش 50 جنيه. هوريكم كمان القوام بتاعها من جوه، بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على رسول وتنزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا القوام بتاعها ولا الكاستر حلو جدا من جوه، بقى حطيناها كمان مع لبن زي بتاعت بره بالظبط، مش هتفرقها جدا عن بتاعت بره، بالعكس احلى بكتير. يلا نبدا مع بعض. هنا انا جبت معايا كوبايتين من السكر، وعليهم كمان كوبايتين من الميه. السكر قد الميه بالظبط. هفضل بقى اقلب فيهم لحد ما السكر كله يدوب معايا. هقلبهم كويس قوي قبل ما ارفعهم على النار. نحاول ما نجيبش السكر على الجناب عشان ما يسكرش معايا. هرفعهم على النار كده. اول ما بدأ يغلو معايا نزلت معايا بنص ليمونة، ومعايا كمان شوية من الفانيليا السايلة، لو في برضو كيس ماشي، ده ينفع وده ينفع. انا هنا جبت معايا، هعمل معايا الكاستر، جبت كوباية من اللبن، وجبت هنا معايا الكاستر. انا جبت علبة، اللي مش متوفر عنده علبة ممكن كيس برضو. هاخد معلقتين من الكاستر، هدوبهم. انا لسه ما شغلتش النار، هدوب كله على البارد الاول لحد ما الكاستر كله يدوب معايا، وبعد كده هشغل عليهم النار. هنا جبت معايا المضرب، هدوب كل الكاستر اللي معايا، هدوبهم كويس قوي. هنا جبت معايا معلقتين من السكر البودرة، والكاستر اصلا بالفانيليا فانا مش هحط فانيليا تانية. هدوب كله على بعضه وبعد كده اشغل النار عليهم. انا هنا جبت معايا بايركس، هدهنه كويس قوي بالزبدة. انا هنا هستخدم نص كوباية زبدة، وممكن برضو صينية، بس لازم ندهنها كويس قوي من تحت عشان الجلاش ملزقش فيها. هندهنها كلها كده بالزبدة ونتأكد ان الجناب كلها اتدهنت كمان معانا. هنبدأ بقى نجيب الجلاش. هفرد الاول كام طبقة، وبعد كده الباقي كله هنكشكشه. انا هنا هستخدم الكاستر في النص، في ناس بتسقيها من فوق غير ما تستخدم الكاستر. هحط كام طبقة كده في الاول، لازم كل طبقة وطبقة ندهنها عشان تعرمش معايا. كل الطبقات لازم ادهنها بالزبدة، وكمان هسويها كويس قوي من على الجناب، وهدهن كله برضو الزبدة. انا هنا خدت 3 طبقات من الجلاش. دي الطبقة اللي انا الاخيرة اللي انا احطها من تحت. هنزل بقى كده بالكاستر بعد القوام، هو ده القوام بعد ما تقل معايا. هفرده كويس قوي على الجلاش لحد ما يملى الجناب كلها. انا مش عايزة اي فراغات خالص. هبدأ بقى اساوي ورقة الجلاش اللي من فوق ديت. هنبدأ بقى نكشكش بقى في الورق بتاعنا. هنبدأ كده نكشكشه كله، او نعمله عادي زي المروحة زي ما احنا كنا بنتعلم نعمل، بس هنا هنكشكشه مش هياخد معانا وقت خالص.
سهل جدا، ممكن اي حد يعملها كمان. بس انا هنا سويت ورق الجلاش على مقاس الطاجن بالظبط، عشان مش هينفع اتني منه على الجناب ولا اي حاجه. سويته بالظبط وشلت الزيادات. هنا خلاص بقى خلصت كله وسويته بالظبط. خلاص كده فاضل اخر ورقه هكشكشها، ما خدتش معايا وقت خالص بالعكس. هنجيب بقى، خلصنا كده كل الورق، جبنا بقى الزبده ندهن بقى كل الطبقات بين طبقه والتانية عشان تقرمش معايا اكتر، ما تكونش من فوق مقرمشه ومن جوه مش مقرمشه معايا. هندهن كده كل الطبقات بين طبقه والتانية، هندهنها بالزبده زي ما انتوا شايفين كده. هدهن كل الطبقات معاكم. فكرة ريحتها حلوة وشكلها كمان احلى غير الشكل العادي التقليدي بتاع الجلاش، بيبقى مختلف شوية. هدهن كده كل الطبقات، وبرضو هعمل بايدي كده اشوف الفراغات اللي هي مش موجود فيها الزبدة هدهنها كمان من جوه، عشان عايزة تقرمش معايا من بره وتبقى طرية جدا من جوه ومن تحت كمان. كده خلصت كل الطبقات ودهنتها بالزبدة. هدخله على درجة حرارة 180 مدة 10 دقايق يحمر من فوق، وهشغل عليه شواية على طول. كده شكله بعد ما طلع. هزقيه بالشربات البارد، لازم هو الجلاش يكون سخن والشربات بارد، ما ينفعش الاتنين سخنين. هزقيه كده كويس قوي. وهسيبه شويه يبرد معايا، وبعد كده هقطع واوريكم شكله ازاي عامل ازاي من جوه. زي ما انتوا شايفين كده طبقاته حلوه قوي ومكشكش كمان ومقرمش كمان من جوه. برضه هسمعكم صوت القرمشه عامل ازاي. مش هتفرقوا جدا من بتاع بره، بالعكس ما كلفناش 50 جنيه. بره بتتباع فوق 450 جنيه. اللي نازل ترند الايام دي مكسر بقى الدنيا، عملناه في البيت بطريقه سهله وبسيطه وما كلفناش كتير. انا هنا بحب الجوز هند، هحط عليه جوز هند بيديني ريحه وطعم كمان. هبدأ بقى اوريكم من جوه عامل ازاي. هنجيب طبق وحطيت فيه لبن كمان زي بتاع بره، هطلع لكم قطعه احطها لكم في اللبن. هوريكم شكله كمان عامل ازاي من جوه، والطبقات ولا الكاستر. طبقات الكاستر كمان شكلها عامل ازاي. في ناس ممكن تعمله بالكاستر زي ما قلت لكم، في ناس ممكن تسقيه باللبن من فوق. بصوا طبقة الكاستر حلوة جدا، هو كمان مقرمش قوي، والطبقات كلها اللي دهناها بالزبدة. بصوا ده شكلها لما طلعناها. هوريكم كمان شكلها عامل ازاي من جوه. هنحطها بقى في لبن، كل ما تطلعي تحطي في لبن بقى براحتك. بصوا القوام والكاستر كمان حلو جدا، ولا لونها كمان وريحتها احلى وهي كمان في اللبن. كده شكلها كده خلصنا الفيديو. عملنا لكم بقى النهارده المكشكشه اللي قلب اليوتيوب والفيسبوك كمان. عملناها بطريقه سهله وبسيطه، ما كلفناش اكتر من 50 جنيه. ممكن بقى نعملها وحلوه جدا في العزومات وهتشرفك جدا قدام ضيوفك. عملناها النهارده في البيت. كده خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزه بقى لايك حلو كومنت كمان احلى منكم. معلش بقى الايام اللي فاتت غبت شويه، ان شاء الله مش هغيب عليكم تاني. كل يوم هننزل بقى وصفه جديده. كده خلصنا الفيديو، عملنا بقى المكشكشه وخلصناهم. يا رب الفيديو كان عجبكم. هستناكم بقى تقولوا لي رايكم في الكومنتات. عايزه بقى تعليق حلو وكومنت كمان، قولوا لي حابين اعمل معاكم ايه تاني. وكده خلصنا بقى المكشكشه اللي قلب الدنيا، عملناها النهارده بطريقه سهله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.